قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايبي لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل الأخبار الجديدة. ويلا نبلش. غيث مروان على خلاف مع عيلته والمتابعين صايرين يتساءلوا عن السبب، وهذه هي القصة من البداية للنهاية. فيا حبايبي من أيام طلعت أخت غيث اللبنانية وجربت تصلح بينه وبين أمهم. بحب غيث وأبدا مش بنيتي أذيه. النية من تنزيل إنه نجمع بين الأم وابنها، لأنه كمان أمي بس تشوف إنه ابنها عم بعيد لحدا تاني ماما. نقطة تانية. فبعد ما انتشر الفيديو في كل مكان جربت سارة إنه تصلح بينه وبين عيلته، وجربت تقنعه وتغير فكرته بموضوع أمه الحقيقية، وعم تحاول تصلح الأمور بينه وبين عيلته اللبنانية، الشي اللي خلاه يقتنع بفكرتها ويسافر على لبنان، الشي اللي تسبب في خلاف كبير مع أبوه وبعدين مع أمه المغربية وبنتها لما. ففي نظرهم إنه سارة عم تحاول تبعده عليهم وعم تقنعه يرجع لأمه اللي تخلت عليه. يعني بعد كل هذه السنين وقديش تعبت عليه أمه وربته من لما كان صغير، اجت سارة في دقيقة وخربت كل شي، وهيك بدأ الخلاف معهم وبطلوا يزوروا بعض. وانتو شو رايكم يا حبايبي في الموضوع؟ هل لازم يتصالح مع أمه ولا ينسى الموضوع ويبقى مع أمه اللي ربته؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. وطبعا للمزيد من الأخبار والفيديوهات لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء، أشوفكم الفيديو الجاي.